بط مرة بس. الله اكبر يعني. واوريكم برضو السكوفي اللي عندي وبتبيض. اوريكم البط السكوفي بطايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد. الله أكبر، صلى على الحبيب. البط ده أنا جايبينه صغير، ده سن كده 21 يوم كده بقاله 21 يوم عندنا. بص الله أكبر، بس عامل ازاي اهو. الله أكبر، بص 21 يوم. والحجم ده بط ميرر وبط بيور، يعني 21 يوم، يعني ده على اخر رمضان الله اكبر هيبقى يعمل حاجة يعني. وطبعا هقول لكم على الخلطة اللي انا كنت شغال عليها. الخلطة اهي، هبقى اقول لكم عليها الخلطة السرية اللي بيخلي لك الحجم ده يكبر. الله اكبر، بص طبعا البط طبعا هو انت عارف ان البط بيحب الميه جدا. طبعا بص الخلطه بقى، احنا حاطين فول على علف على تشيشه. طبعا في مره كده اوريكم الخلطه على بعض على عيش، يعني ايه مقلبينه. انتوا عارفين العلف بقى رفع جامد، بس بقى طبعا الخلطة دي جابت نتيجة. بس في اول اسبوع هتشتغل بالعلف الهيرمان ال21 الخشن، اسبوع بس. بعد كده خلط براحتك. شوف هو بيحب يستحمى. بص اهو، بص اهو. طبعا اهو اهو. شوف بيستحموا اهو. طبعا احنا واخدين الفكرة يعني. شاوري بقى كده، شاوري كده على البط السكوفي، لا البط المرر. بص هي بتساوي عشان هي اللي عارفة كل حاجة. انت قلت بتحط خلطة ايه؟ خلطة بتاعت البط بتحط ايه وايه؟ فول وعلف وعيش. ايوه وشيشة. ايوه. طبعا هي هم اللي عارفين، طبعا هم اللي عارفين هم بيحطوا ايه. انا بقول لكم على اللي هم عاملينه اللي في البيت. ماشي. احنا بقى نقفل الفيديو على كده عشان ايه. وطبعا ايه هنصوره لكم كل اسبوع وهنوريكم الحجم عامل ازاي.
وطبعا ايه هخلي لكم اللي هم مسؤولين عن التربية، هم يشرحوا لكم هم بيحطوا ايه وايه الحاجات اللي بيحطوها عشان جهاز المناعة بتاعهم. طبعا انا هوريكم طبعا بط انا مربيه المرر، بطايه ذكر بط، اوريك حجمه عامل ازاي اهو. طبعا انا هوريكم الحجم بتاعه، عشان كده انا جبت البط المرر عشان هو بيعمل اوزان. يعني انت لو بصيته هتبقى بص الله اكبر، بص اهو دي ذكر وايه ذكر. انا عندي بيكسر يعني بط مرر، بط مرر بس الله اكبر يعني. واوريكم برضو السكوفي اللي عندي وبتبيض، اوريكم البط السكوفي بطايه طبعا. دي بطة سكوفي الله اكبر، بص بتبيض عندي وهي لسه بتبيض لحد دلوقتي اهو اهو. انا بوريك بس الحجم المرر عامل ازاي اهو. وطبعا الاخت ياسمين هي اللي ايه اللي بتلعب معاهم، صح يا ياسمين؟ تلعبي معاهم؟ ماشي. هنقفل الفيديو على كده، وبعد كده انا هوريكم اول باول ان شاء الله. وبس اهم حاجه تصلي على الحبيب، وتصلي على الحبيب اكتر حاجه. وما تنسوناش تشتركوا في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلكوا جديد. وادي الاخ ياسين بياكلهم برضه اهو وبيلعب معاهم. ياسين قول لهم بقى اهم حاجه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلكوا كل جديد. بصوا بيستحموا اهو. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع فيديو جديد مع محمد دش، قناه فن الحرف والمنوعات. وهشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، وهعمل لكم برضو فيديو عن الفقاسة اللي انا مشغلها بالدفاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.